ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده في جامعه يا بخت بجد اللي بيدرس فيها. جامعه من احلى واكبر الجامعات اللي موجوده في تركيا، وهي واحده من اهم الجامعات الخاصه اللي كتير جدا من الطلاب بيقدموا عليها. واحد، لان هي في التعليم بتاعها كويس جدا. اتنين، ان الجامعه فعلا مش طبيعيه. لو بصيت وانا ماشي كده ورايا هتشوف قد ايه الجامعه شكلها حلو جدا، ومش بس شكل، هو كمان كتعليم وكدراسه الجامعه بتتصنف من احسن واجمل الجامعات اللي موجوده هنا في تركيا. وبشكل سريع في الفيديو ده انا هاخدكم جوله عن اهم الحاجات واجمل الحاجات اللي موجوده في الجامعه هنا. يلا بينا. طيب احنا حاليا جوه الجامعه، وده المدخل الرئيسي للجامعه. الجامعه ليها 3 مداخل. ده اول مدخل، وده المدخل اللي لما بتخشه بتلاقي حاجات كتير قوي مهمه قدامك. اول حاجه بتقابلها قدامك مكان الاستقبال، وده المكان اللي طبيعي جدا اول ما بتنزل لو عايز تروح مكان معين او انت لسه جديد بتسال. ولو بصيت على يمينك هتلاقي بعدها الانترناشونال اوفيس، وده المكان اللي انا قدامه دلوقتي. ده المكان اللي مسؤول عن تسجيل الطلاب، او لو انت مثلا محتاج حاجه خاصه بالجامعه زي اثبات القيد. المكان ده بشكل عام هو المكان الاساسي اللي اي طالب اجنبي بيحتاج اي حاجه بيجي له. بعد ما تعدي الانترناشونال اوفيس يا جدعان، بجد انا اول ما دخلت الجامعه هنا اتصدمت. وكون ان انا في جامعه من 4 سنين جوه تركيا شايفها واحده من احلى ومن اجمل الجامعات واللي نزلت عنها فيديو. الجامعه دي اول ما دخلتها انا حرفيا فتحت بقي، اللي هو ايه ده؟ ايه الجامعه دي؟ الجامعه بجد من جوه مش طبيعيه، مهتمين بكل تفصيله، مهتمين جدا بالخدمات من استقبال الطالب، مهتمين بشكل الجامعه بشكل عام، هم مش مقصرين معاك في اي حاجه. طيب احنا دلوقتي في فصل من الفصول، لقيت فصل مفتوح فقلت اخش اصور لكم فيه. دي قاعه من القاعات اللي انت بتدرس فيها. طبعا بيختلف القاعه دي من تخصص للتاني، لكن كل القاعات بالشكل ده. وانا ماشي كنت بجد مبهور. انت متخيل ان الفصل ده وراك وبتبص هنا بيبقى جنبك الجامعه، مهتمين بالالوان، مهتمين بجد بان انت وانت قاعد بتتعلم تكون مرتاح. انا بكلمكم بطبيعيه جدا لان حرفيا انا طالب وبدرس وقضيت سنيني في الجامعه كتير. فلما دخلت هنا الموضوع هم مهتمين بيه على اعلى مستوى. وانا النهارده واخد اذن ان انا يبقى معايا حريه التنقل في اي حته في الجامعه. فهاخدكم النهارده هنشوف الفصول، هنشوف الكتبخانه او المكتبه بتاعه الجامعه، هنشوف المطعم بتاع الجامعه، نقدر نشوف كل حاجه. فهاخدكم جوله بجد في جامعه انا لو رجع بيا الزمن اخش ادرس فيها. الجامعة فيها تخصصات كتير جدا ومميزة زي الطب، طب الأسنان، الهندسات بفروعها زي هندسة المعماري، الكهرباء، الميكانيكا. الجامعة كمان فيها من التخصصات الطبية كتير زي علاج طبيعي وتمريض. كذلك الجامعة فيها تخصصات سنتين موجودة، أو اللي هي بتكون المعاهد زي مثلا علاج طبيعي سنتين، تخصص العاجل أو الإسعافات الأولية. الجامعة فيها تخصصات كتير جدا، وهنلف في أغلب الفصول بتاعت التخصصات دي علشان نشوف الحاجات اللي متاحة فيها. في المكان اللي احنا فيه ده حاليا هو الفصول اللي متاحه بتكون فصول للدراسه بشكل عام، بتختلف على حسب التخصص بتاعك. الجامعه دي يا جدعان مش من الجامعات الغاليه، الجامعه دي كمان من الجامعات اللي تخصصاتها او اسعارها تعتبر نسبيا مقبوله، لكن جامعه بتديك قصاد كل فعلا جنيه بتدفعه قيمه مقابل سعر. فعلا الجامعه مش طبيعيه. نفس الصف ده موجود زي اللي احنا لسه داخلينه، كلهم يعتبر شبه بعض. انا مرتاح نفسيا جدا وانا داخل اي فصل، انا مستعد اقعد ادرس. والدراسه دي اكيد عايزه مكان. يلا بينا نروح المكتبه. واحنا دلوقتي جنب حاجه من الحاجات المهمه جدا، الجيم. احنا حاليا ورانا جيم الجامعه، تعال نبص عليه. الجيم كمان في ملعب تنس، يعني في ملعب تنس، في ملعب فولي، وفي ملعب باسكت بول، لكن في الدور الارضي وهم حاليا مش مفتوحين. طبعا احنا عارفين ان احنا الفتره دي مش فتره دراسه، دي فتره بشكل عام الاجازه، ففي بعض الحاجات اللي ما بتكونش مفتوحه طول اليوم، بعكس الجيم طبعا 24 ساعه مفتوح. وانا استمتعت جدا وانا في الجيم، اتمرنت لي شويه فقلت عرقت شويه وبتاع، بس تعالى نكمل جولتنا. طيب احنا دلوقتي في اوضه من اوض الموسيقى. هنا في تخصص الموسيقى، تقدر تيجي فيها لوحدك تتدرب على الحاجات اللي انت بتعزفها. عندك بيانو ورا هنا، وعندك هنا الكمبيوتر، النوتة، او انك تحط قدامك موسيقى اضافيه، لان كمان في صبين موجودين هنا. الصبين دول تقدر تشغل معاهم حاجه لو انت حابب وتعزف. انا مش عايز اخش علشان ما ازعجوش، يعني ممكن يكون بيعمل حاجه او بيتدرب،
فانا ما افصلوش. بس يعني موضوع الاوض دي فيه اكتر من اوضه كمان، يعني انا عندي هنا اوضه وفي ورا اوضتين، يعني كده في 5 فصول موسيقى بشكل عام، وفي 3 فصول اللي بيدرسوا اذاعه وتلفزيون. كنت عايز اخش اشوف الفصول من جوه عامله ازاي، وبيبقوا حاطين بقى حاجات وكده، فكنت عايز بصراحه ابص عليها، لكن ما حالفناش الحظ يعني. بس احنا لسه قدامنا حاجات كتير جدا ممكن نلفها ونشوف الدنيا فيها هتبقى عامله ازاي. الجامعه فيها كذلك معامل، مثلا اللي بيدرسوا طب اسنان هنا انت عندك المعمل ده تقدر ان انت تخش تتدرب فيه، طبعا بيكون على اشراف دكاتره، وفي اكتر من معمل. ده المعمل الرابع اللي موجود هنا، في كذلك 3 معامل تانيين متاحين. الجامعه فعلا مهتميه بكل التفاصيل اللي موجوده هنا لكل تخصص. احنا دلوقتي في فصل يبان انه عادي، فصل زي كل الفصول اللي احنا دخلناه، لكن الفصل ده مش فصل عادي. لو جينا شويه كده هتلاقي وراك معامل وناس قاعده. ده الفصل اللي بيدرسوا فيه الطب. هنا في ريحه التعقيم، في ريحه الحاجات دي كلها. انت وراك هنا الحاجات اللي بيناموا عليها المرضى، هم فعلا بيتدربوا تدريب عملي حقيقي. يعني هو انت بتفهم نظري وبتتدرب عملي. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا ان هو موجود جوه الفصل، يعني انت هنا بتدرس وفورا تيجي هنا تطبق اللي انت بتدرسه، وبتيجي برده كذلك هنا تلاقي نفسك بتطبق اللي انت بتدرسه. فيه اجهزه كتير جدا، طبعا انا ما اعرفش تفاصيل جدا او ما بفهمش قوي في الحاجات الطبيه، بس اللي باين ان الموضوع مش طبيعي. طيب الجامعه 3 ادوار، في الوقت الحالي انا في الدور الثالث تحت الارض. الدور ده فيه اللي انتوا شايفينه ورايا ده الازرق، ده تراك تقدر تجري فيه جوه الجامعه، وفي مباني. طبعا هتسال سؤال انا سالته، اللي هو ازاي انا هجري وفي فصول؟ اللي عرفته بقى ان كل فصل في الفصول ده، اذا كان في الدور ده او الدور الاول او الدور الثاني مكان ما طلعنا وصورنا، كلها فصول معزوله. دي موجوده لو انت عايز تلعب بينج، وعندك ترابيزه بلياردو. مهتمين بجد بالانشطه بشكل مش طبيعي، زائد النظام التعليمي ان ده معهد رياضه، دي مش كليه، ده معهد 2 سنين جوه الجامعه. طبعا لقينا الفصل بتاعه مفتوح، ده التربيه الرياضيه، والفصل فيه شويه حاجات كده او انشطه محطوطه. كون ان في فصل هنا للتربيه الرياضيه او في يعتبر معهد للتربيه الرياضيه، ده يفسر هم ليه حاطين التراك ده هنا وبالذات في الدور ده. دلوقتي احنا في معمل الكمبيوتر، وده اللي تابع للكمبيوتر انجينيرنج او اي حد يقدر في الجامعه يستخدمه. هنا في اجهزه محطوطه، شاشات سمارت. الكمبيوتر هنا عليه كل اللي انت ممكن تحتاجه لو عايز تشتغل او تعمل حاجه، لو عايز تعمل بروجكت، لو وراك حاجه في الجامعه. الكمبيوتر برضو فيه كل البرامج اللي تابعه لادوبي. لو انت ما عندكش الاشتراك ده، عندك حاجات كتير جدا متاحه تقدر تستخدم الكمبيوتر ده اكنه خاص بيك انت طبعا. وبيبقى فيه اليوزر نيم والباسورد بتاعك اللي هما بيبقوا رقم الطالب والباسورد بقى اللي انت بتحطه. من الحاجات التانية برضو ان الجامعه فيها نت، طبعا النت تقدر تستخدمه هنا على الكمبيوترز اللي موجوده هنا، او انك تفتحه على موبايلك. وده النت اللي انا اصلا لاقط منه، النت سريع جدا جدا، طبعا مجاني. فده طبعا من الحاجات اللي بتساعدك لو انت عايز تحمل مثلا بي دي افات، عايز ترفع بروجكت ليك على النت او حاجه، بيساعدك ان انت تعمل الموضوع ده بكل سهوله. طبعا هو في معملين، واحد للكمبيوتر، في معمل كمبيوتر، وفي معمل تابع لكليه هندسه الكمبيوتر كذلك. يعني في معملين، واكتشفت ان في واحد كمان ثالث وهو اللي ورايا ده. وده اللي اكتشفت ان هم حاطين الاجهزه اللي جوه كلها اجهزه ابل، وتقدر ان انت تستخدمها. وده مخصص لبرمجه الالعاب اصلا، يعني الاجهزه دي معموله عشان تقدر تبرمج عليها العاب بشكل كبير. لكن للاسف المعمل مقفول، فبالتالي ما قدرتش اخشه، لكن قدرنا ناخد ليه شتات من بره. الجامعة مهتمة بشكل كبير جدا بالتخصصات اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا أو بالبرمجة، بجانب طبعا اهتمامها كبير بالتخصصات العلمية. وحتى التخصصات السنتين مهتمين بيها، موفرين ليها معامل بشكل كبير. فهم مهتمين بجد، كل تخصص مديله حقه بشكل كبير جدا، من ناحيه المختبرات، من ناحيه التدريب العملي، من ناحيه التدريب النظري كذلك. الجامعه بمقارنه بجامعات في تركيا خاصه كتير، الجامعه فعليا مش غاليه. الجامعه انت تتحط في طبقه الجامعات المتوسطه سعرا. يعني بنتكلم في التخصصات الطبيه والهندسيه. التخصصات الطبيه بشكل عام بتكون غاليه في اغلب الجامعات. التخصصات الهندسيه، التخصصات السنتين، التخصصات الادبيه مش غاليه، سعرها مقارنة أو نسبيا مع الجامعات الخاصة الباقية في المتناول. دخلت جامعات خاصة ثانية قبل كده، ما خطفتش اهتمامي وما خطفتش عيني وما حبيتهاش وما تمنيتش ان انا اكون بدرس فيها قد الجامعة دي.
الجامعه كمان مهتميه بالرفاهيات بشكل كبير جدا، يعني المكان اللي انا فيه ده هو مكان تجمع المطاعم، خلينا نقول المكان ده فيه اكتر من كافيه. الجامعه مهتميه بالتفاصيل، واحسن حاجه في الحاجات دي ان هي موجوده داخل الجامعه، انت مش محتاج انك تطلع بره الجامعه اذا كان في النهار لو في شمس. الكافيهات دي مش غاليه بشكل كبير، يعني يعتبر متوسطه، لا هي غاليه ولا هي رخيصه. الجامعه مهيئه ومهتمه بكل التفاصيل بشكل كبير جدا، من المعامل اللي هي حطها لك للدراسه لو حابب تدرس، من اللي هي مهتميه بالرفاهيات بتاعتك زي مثلا الجيم، زي الكافيهات اللي موجوده، زي الحاجات دي كلها. كل ده الجامعه مهتميه بيه جدا وبتطوره مع الوقت. الجامعه بتقول لك انت هتدرس نظري وعملي. انا الجامعه بصراحه من كتر ما انا منبهر بيها مش عارف اتكلم عن الميزات ايه. لو بصيت على الخدمات متاحه، لو بصيت على التعليم متاح، الدراسه بالانجليزي، الجامعه عامله لك كل حاجه تساعدك على ان انت تخش جامعتك، تتخرج منها، تبقى طالب استمتعت بحياه جامعيه ممتازه، زائد ان انت استمتعت بنظام تعليم عالي جدا. بجد الجامعه مش طبيعيه.